هاليلويا. قرصاقنا خبرنا، قل أي سر عميق علقت في جدران بيت الأفراح العتيق. همس الأم في أذن الابن قد صار أمرا، في الأجاجين الملأى حول الماء خمرا. هاليلويا. قد أعطيت يقان عز الأرض والسماء، يوم وفاك يسوع رب الجود والآلام. نقص الخمر قد أضحى فيضا، في كأس الأسرار زال الغم وازدانت، بالأفراح تلك الدار. هللويا. الخطيبة البيعة من شعب الأرض اخترت، ذات الروح الوديعة بالعرس قد مثلت. عوضها من الخمر كأس الحب والبر، في الفردوس الموعود يعلو أفراح دهري. البيت هو عينت وقضم بمدي لقصغدت، ملكوش مايون حاسولي خلدا احتيت له. ملكوش مايون حاسولا خلدا احتينا عنه. صلاة وعلي ميت المراد، المجد للآب والابن والروح القدس، من الآن وإلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح، يا من قدست بحضورك عرس قانا وحولت الماء خمرا طيبا، افض على قلوبنا الفرح بآيتك، وأهلنا طوال هذا الصيام المبارك أن نتأمل آياتك وفي تعاليمك، ونتشح بالتوبة، ونتقوى بالصلاة وأعمال البر، فنمجدك ونشكرك واباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر.
وارفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي بمحبته دعا الشعوب إلى وليمة عرس ابنه الوحيد، إلى الابن العريس السماوي الذي بمحبته قبل الدعوة إلى وليمة عرس قانا وحول فيها الماء خمرا، وإلى الروح القدس الذي بحلوله يشركنا في وليمة الآب والابن والخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح الابن الوحيد، شئت في مثل هذا اليوم أن تجالس المدعوين وتشاركهم، فأغنيتهم بفيض عطاياك الإلهية، فكما آمن تلاميذك أنك أنت المسيح ابن الله الحي، نحن أيضا نؤمن بك إنك بدل الشريعة القديمة أعطيتنا إنجيلك الجديد، وبدل عصير الكرمة أرويتنا بكأس دمك الفادي. إليك يا ربنا نهتف على عطر هذا البخور طالبين بشفاعة أمك البتول، وقد استجبت طلبها أن تسقينا أبدا من خمرتك المقدسة وتروينا بحبك السماوي، وليسطع نورك على العالم فيعرف أنك الينبوع الحي وينهل منك، ولتحل بركتك على جميع عائلاتنا. بارك يا ربنا صيامنا، واجعله سفرا يوصلنا إلى ميناء الخلاص عيد قيامتك المجيدة، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. جمع الأحباب الصوم على الأبواب، يدعونها لنلقاه، يلقى فينا معناه، فلنرفع له الأعتاب ولنسكنه في الألباب. بالصوم تمحى الذنوب، تنعش النفس الطيوب، نضحي بين الوارثين في أشواق القديسين. ما الصوم طال فهو إكليل الأبطال، فلنقبله بالحضور، بالحب ملء الصدور. إنه أقوى سلاح في معترك الأرواح، ولنثقي به الأشواق مسرورين أنقياء. نعطى أجنحة النوح، نلقى الآب لابنا. المجد لك أيها المسيح إلهنا، يا كرمة حقيقية عصرت على رأس الصليب، فأعطت خمرة شديدة وأروت البيعة والبشر بمحبة عظمى لا وصف لها. اقبل عطورنا وقونا على الصيام بقلب نقي وتوبة صادقة، فنؤهل للاشتراك في وليمتك المقدسة. لك المجد والشكر ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد. قديشات ألوه قديشات
حايلتون قادشة لوميوتون اترحم عليه قادشات ألوه قادشات حايلتون قادشة لوميوتون اترحم عليه قادشات ألوه قادشات حايلتون قادشة لوميوتون اترحم عليه أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. آمين. فرحت المدعوين بالماء الخمري الريان فرحنا يا فادينا يوم تأتينا ديان يشكر المؤمنون بالماء الخمري الريان بالحب ينشدون يوم تأتينا ديان. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، إني عالم وواثق في الرب يسوع أن لا شيء نجس في ذاته إلا لمن يحسبه نجسا فله يكون نجسا. فإن كنت من أجل الطعام تحزن أخاك فلا تكون سالكا في المحبة. فلا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح من أجله. إذن فلا تسمحوا بأن يصير الخير فيكم سببا للتجديف. فليس ملكوت الله أكلا وشربا بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. فمن يخدم المسيح هكذا فهو مرضي لدى الله ومقبول لدى الناس. فلنسعى إذن إلى ما هو للسلام وما هو لبنيان بعضنا بعضا. فلا تنقض عمل الله من أجل الطعام لأن كل شيء طاهر ولكنه ينقلب شرا على الإنسان الذي يأكل ويكون سبب عثرة لأخيه. فخير لك أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا تتناول شيئا يكون سبب عثرة لأخيك. واحتفظ برأيك لنفسك أمام الله وطوبى لمن لا يدين نفسه فيما يقرره. أما المرتاب في قراره فإن أكل يدان لأن عمله غير صادر عن يقين وإيمان. وكل عمل لا يصدر عن يقين وإيمان فهو خطيئة. والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا.
السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قال يوحنا الرسول: في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس، ونفد الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس لديهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدم: مهما يقل لكم فافعلوه. وكان هناك 6 أجران من حجر معدة لتطهير اليهود، يسع كل منها من 80 إلى 120 لترا. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. قال لهم: اسقوا الآن وقدموا لرئيس الوليمة. فقدموا. وذاق الرئيس الماء الذي صار خمرا، وكان لا يعلم من أين هو، والخدم الذين سقوا يعلمون. فدعا إليه العريس وقال له: كل إنسان يقدم الخمر الجيد أولا، حتى إذا سكر المدعوون يقدم الأقل جودا، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. تلك كانت أولى آيات يسوع، صنعها في قانا الجليل، فأظهر مجده وآمن به تلاميذه. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. اليوم هو أحد مدخل الصوم يلي هو عرس قانا الجليل، كما يصادف أيضا عيد مار يوحنا مارون أول بطريرك على الكنيسة المارونية ب2 أذار. عرس قانا الجليل بيقلنا الإنجيل بكل تفصيل إنه العذراء مريم كانت مدعوة، وما بيقول يسوع كان مدعو معها، وبيرجع بيقول بجملة تانية: وكان يسوع أيضا مدعو مع تلاميذه. كانوا تلاميذه بوقتها 5، كان بعده عم يدعي التلاميذ، كانوا 5 أشخاص كانوا موجودين معه. سمعنا الإنجيل صار في إحراج بالعرس، نفذ الخمر، بطل في خمر. العذراء مريم من قرايب العريس شعرت بالموضوع أو عرفت بالموضوع أو خبروها، راحت لعند ابنها يسوع، هي عارفة مين بيكون يسوع، بتقول له: ليس لديهم خمر. يسوع تفاجأ: ليش عم تقول لي هالكلمة؟ قال لها: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. ليش عم تحرجيني موقفي؟ بعد ما صار وقت اعمل المعجزات. وتفاجأ من موقف العذراء مريم يلي جاي لعنده مباشرة، يعني مآمنة فيه انه قادر يعمل شيء. العذراء مريم لما سمعت هالجواب ما عملت حوار مع يسوع، طلعت بالخدم وقالت لهم: افعلوا ما يأمركم به، وفلت. هون الخدم عملوا شو قالت لهم العذراء مريم، ويسوع كمل عمله وعمل الأعجوبة
وحول الماء إلى خمر. بعرس قانا الجليل شو فينا ناخد عبر؟ أولا بعرس قانا الجليل المسيح يسوع كرس سر الزواج المقدس. نحن هذا الإنجيل عادة نقراه بالإكليل، برتبة الإكليل. المسيح يسوع يلي كان مدعو راح يفرح مع الفريحين، والعرس اللي كان قائم أكيد من أول البشرية في زواج ما بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء، ولكن المسيح يسوع اليوم عم بيعطيه المعنى المسيحي، صار سر هو كرسه، وهو كمل بعدين وقال ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ومثل ما حل الروح القدس بالمعمودية على رأسه قال يوحنا المعمدان أنا رأيت الروح يحل عليه، وهيك بحل الروح على كل إنسان يتعمد. مثل ما اليوم تحول الماء إلى خمر بأعجوب من المسيح يسوع بهالعرس، المسيح يحول المتزوجين إلى إنسان واحد، إلى عيلة، إلى بيت. من هيك نعمة الروح القدس بتحل عليهم برتبة الإكليل، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. مثل ما كان المسيح حاضر بعرس قانا الجليل بيحضر بكل إكليل نحتفل فيه بالكنيسة ما بين شاب وصبية. الشيء الثاني هو الثقة بالعذراء مريم. من خلال هالإنجيل منفهم قديش كان في احترام ومحبة للعذراء مريم من قبل يسوع، هي أمه بالنهاية. ما في أم إلا ما بتحب ابنها، وأكثر من هيك الطاعة للأم، وهو عارف من بيكون، يعني عم بينقي الرسل بلشت رسالته. كان عارف إنه هو ابن الله، ولكن هو كمان إنسان وعنده احترام لأمه، طاع أمه. من وقت الكنيسة منذ بدايتها في عندها إكرام وإجلال للعذراء مريم، لأن عارفين إنه طلب العذراء مريم من يسوع لا يرد. نحن لما منصلي للعذراء مريم منصلي لها تتشفع لنا عند ابن يسوع المسيح، تتضرع معنا قدام ابن يسوع المسيح، وكلمة العذراء لا ترد من قبل ابن يسوع المسيح. من هيك نحن منكرمها، منحبها ومنعظمها على المذابح. الشيء الثالث قدرة يسوع الإلهية. المسيح يسوع اليوم حول مادتين مختلفتين من ماء إلى خمر. يلي بيفهم بعلم الطبيعيات بيعرف انه هذا الشيء ما بيصير، ولكن مع المسيح يسوع خالق الكون وخالق المي وخالق الخمر قادر يحول المياه إلى خمر بقدرة إلهية. من هون ظهر يسوع اليوم قدام الرسل انه هو الله. من هيك بيقول لنا الانجيل بالاخر فآمن به تلاميذه. التلاميذ عندما رأوا ما صنع يسوع آمنوا به. تنوصل للصوم المقدس يلي اليوم هو أحد بداية الصوم، وبكرة منبلش بصومنا. شو هو معنى الصوم؟ الصوم موجود منذ البدايات، وخاصة مع الشعب اليهودي. الإنسان عندما كان في الفردوس قبل ما يعمل الزلة وقبل ما يعصى كلام الله ما كان بحاجة لا لصوم ولا لأكل ولا لشراب، ولكن عندما عصي الله ووقع في الخطيئة صار بحاجة عطول يكفر عن خطاياه، وصار يحس انه الطبيعة بعض الأحيان ضده، وبعض الأحيان هو عم بيعمل شيء ضد الله، الله عم بيعاقبه. صار يستجدي الرحمة من الله بواسطة الصوم. من هيك الله أمر موسى لمن بدك تصوم بدك تروح تذبح ذبايح، بدك تذبح أغنام، بدك تذبح عجول، وبقايا العجول هودي اللي بتاكلهم انت. الذبيحة كلها لإلي أنا الله، واللي بيبقى من الذبيحة بتعطيه تتاكلوه انتو وانت وعائلتك وجماعتك. ولكن مع المسيح يسوع بطل في دم، بطل في عجول. المسيح قدم ذاته عنا تيخلصنا. ولكن الصوم كفى الإنسان يشعر انه انا عطول بحاجة الى توبة، انا انسان خاطئ، انا انسان ضعيف، انا لازم حس بالحاجة مثل الانسان الفقير. من هيك انا بصوم. التوبة هي عمل كتير مهم بالحياة المسيحية. اذا انا مبتوب ما في سلام، ما في محبة، ما في عدل بين البشر. من هون حلو نصوم عن الطعام، ومجبورين نصوم عن الطعام خاصة بكرة وبجمعة العظيمة. ولكن خلال الصوم لازم نصوم، لازم نشعر انه نحن بحاجة لشيء. بعصر متوفر كل شيء لشريبتنا ولإلنا، لازم نشعر انه بينقصنا شيء تنحس انه في الله موجود.
تنحس انه الله بيرعانا حتى لو جعنا قادرين نعيش حياتنا. كمان اعمال الرحمة كتير مهمة. انا بدي اشوف خي الانسان لشو محتاج، مثل ما سمعنا الاحد الماضي الغني ولا عازر. الانسان الموجود عباب داري جعان انا بدي طعميه. الانسان يلي انا ما بحكي معه بدي احكي معه. الانسان الذي اخطأ لازم قله لازم يتوب وانا لازم اغفر له. هيدي هي المسيحية، اعمال الرحمة هي اللي بتكمل الصوم. مثل ما بيقول مار يعقوب: الصلاة بلا اعمال لا تعطي شيئا. بدي صوم، بدي صلي، وبدها تترجم هالصلاة والصوم بالاعمال الصالحة. من هون كلنا سوا مدعوين بهالصوم المبارك نتوب عن خطايانا، نحب بعضنا البعض، نرعى بعضنا البعض، ونسهر على راحة بعضنا البعض. هيك بيكون صومنا مقبول. آمين. نؤمن بإله واحد. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسان، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. الووت متحيدلو هو الووتلو هدم حادي طليوت ونبصوت طيبوتو خيال البيت وسعود بهيكلو خطوط شو دحلت خموري ودبر وبزادي كتخ آلي صلاة وعلي ميت المراد قالوهن قابل قربونه نتراحم عليه بسلوته هللويا قال الرب إنني الخبز الموحي الآتي من حضن الآب هدى للعالم قابلني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح هدى للبيع هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم السائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومار مارون، ومار يوحنا مارون، ومار أنطونيوس، ومار شربل، ومار نعمت الله، والقديسة رفقة،
والطوباوي يعقوب والطوباوي إسفان. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة ما تقدم عنه هذه الذبيحة المرحوم يوسف بوشبل، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب له السلام وسيد الأمان، أبلنا جميعا واهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك أبتي الكاهن ويا خدمة الروح القدوس. طوبى لفاعل السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى لفاعل السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. سلام أتانا وكان اسمه يسوع. سلام أتانا فطلقت عيوننا الدموع. طوبى لفاعل السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب وابئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا، إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متائبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس
السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا، في العلا. هوشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هوضة ضم حاشودي لمعبد حي ساب اللحم بداو قاضي شوطو وبارخ قادش واقصو يا بالتلميذ كدمار سابخوا المني الخون هونو دينيتاو فغرو دين دحلو فيكون وحلو فساقية بتقسي ومتيهب وصايد حوبي والحايب ده العالم علمي. هو خانوا عالكوسو دمزيغو من حمرو من مايو بارق قادش ويا بالتلميذة وكدمار سابشتاو من الخون هونو دينيتاو موديل دياتك احداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشهد ومتيهب وصايد حومي والحاي ده العالم علمي. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا.
ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مسيح هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك. احفظ وعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، ومار أنطوان مطراننا. اعضد الكهنة والشمامسة وخدم تبعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم، ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة. كن لهم سترا وملجأ، لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين كافة. ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافن الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم. اعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. آمن وتقدم نختم ونكسر هذا الخبز السماوي جسدك. أيها الجسم السامي، أنت للروح قوت، زاد فيك هيامي، يا رب الملكوت، يا رب الملكوت، يا حملا وديعا، خلصت العالمين، فديتنا جميعا.
غاليا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذات ريابي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، واهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوار معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى لكل المتكلين عليه. الأغنياء افتقروا وجاعوا، والذين يطلبون الرب لا يعدمون الخيرات.
ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى لكل متكلين عليه أعطى الذين يتقونه غذاء ذكر إلى الأبد ميثاقه ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى لكل متكلين عليه أعين الجميع تنظر إليك يا رب لتعطيهم الطعام في حينه ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى لكل متكلين عليه. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا هب لنا عيونا ترنو إليك واجعل حياتنا ملكا لديك فنعرف طعم الهنا ألا استجب منا الدعاء تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا امحو الضغينة من صدورنا وازرع كلامك في ضميرنا فنحصد حب العطاء ألا استجب منا الدعاء تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا نحن جياع أنت خبزنا نحن عطاش أنت ماؤنا فمنك يطيب الغذاء ألا استجب منا الدعاء تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا ربي أنت طريقي في معاثر الحياة ربي أنت رفيقي عند ساعة الممات أنت وحدك دعوت إلهي
وحدك رجاء، أنت غاية المنى إلهي، أنت مصدر الهنا. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا ارحمنا. لك التسبيح والشكر، لك المجد يا سر القربان، لك التسبيح والشكر بكل زمان وكل مكان. أجناد العلاء تشدو بالثناء، قوات السماء تذيع الشان. ها هو عندنا باختفاء، فلنسجد له بإيمان. لك التسبيح وشكرا، لك المجد يا سر القربان، لك التسبيح وشكرا بكل زمان وكل مكان. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا، بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك، كلهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. توكلنا على الله وهو ملجانا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، توكلنا على الله وهو ملجانا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. الرب نجانا من شدائدنا، فلنقبل إليه ولنسمع له. توكلنا على الله وهو ملجانا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. صوت الرب ناعم يدخل في الأعماق، طعم الرب لذيذ أشهى من العسل. توكلنا على الله وهو ملجانا،
توكلنا على الله لا نخاف السوء. نير الرب طيب، حمل الرب خفيف، قلب الرب وديع، طوبى لمن يهوى. توكلنا على الله وهو ملجانا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. توكلنا على الله وهو ملجانا، توكلنا على الله لا نخاف السوء.